هو مليون مبروك طبعا، مليون مبروك على التلاتة بونت، وبقى عندنا 19 بونت طبعا. ده الترتيب زي ما حضرتك شايفين. نكسب الماتش الجاي بوركينا فاسو طبعا، المباراة هناك الساعة 6 المغرب يوم التلات الجاي. هو الماتش زي الزفت ويمكن أحسن شوية. أنا بكسب 2-0 بضربتين جزاء، منهم واحدة مش ضربة جزاء، الأولى ديت مش ضربة جزاء، والتانية الواد بيقع على الأرض بظهره بلبست فيه، يلا مجاملة مش مهم. ما أنا لما يكون عندي مهاجم بحجم وقيمة مصطفى محمد وقعدوا دكة يا عم حسام، ده ما يرضيش ربنا. ليه ما يرضيش ربنا؟ عشان الواد ده ما بيلعبش في الأهلي. الواد ده لو بيلعب في الأهلي كان زمان ما عليك لعبته أساسي، ده غصب عن التخين كنت هتلعب. أيا كان مين المهاجم اللي أقسم بالله العظيم لو حتى التاني بيلعب في ريال مدريد، أيا كان بقى، أيا كان الاسم، لو مصطفى محمد بيلعب في الأهلي بعد العرضين ثلاثة اللي رفضهم دول، لو كان هو اللي مكان، لو كان هو في الأهلي واسامه فيصل ده بيلعب في ريال مدريد كنت لعبت مصطفى محمد. اصل معلش ده بيلعب في الاهلي، تمام. هو مش موضوعنا اهلي وزمالك، هي مباراه زي الزفت طبعا، اداء زي الزفت برضو، يمكن احسن شويه. انت يعني معلش، خط الدفاع حلو، جون حلو، ما فيش حاجه جت علينا تخوف غير الكره اللي الشناوي شالها ديت، هي الكره دي في الدقيقه 81. غير كده احنا بط بلدي. اقسم بالله العظيم لو وقعنا قدام السنغال ولا نيجيريا ولا المغرب ولا تونس ولا الجزائر، لا هنعمل يعني، هيحصل فينا حاجات غريبه، وربنا يحصل فينا حاجات غريبه. وهنا استاذ انكل زيزو، بس معلش انت عارف الراجل اللي انت ما رضيتش تسلم عليه ده مين؟ يا ابني ده العميد حسام حسن. ده واحد من اتقل ومن احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. تيجي انت في ايه يا ابني؟ انت ما تجيش فردة شراب من جزمته، اقسم بالله العظيم. فانت لما خارج ولو بوزك، يا عم انت اداك زي الزفت، تطلع ترمي بره على الدكه. في ناس بره احسن منك ينزلوا يلعبوا، ما انت قاعد بتضحك على الدكه. ايه مش زعلان دلوقتي؟ مش مقموص دلوقتي؟ ايه يعني ليه كده؟ فمليون مبروك لمنتخبنا الوطني طبعا، الثلاثه بونت وربنا يكملها في اللي جاي. بس طول ما هي ماشيه مجاملات يا عم حسام يا حسن، قسما بالله طول ما هي ماشيه مجاملات هناخد على قفانا في افريقيا، وان شاء الله نصعد كاس عالم وهناخد على قفانا ونيجي برضو. اخواتي لو وصلتوا لحد هنا صلوا على سيدك النبي. شكرا.